وانا لو هقيم الفيلم ده بجملة مباشرة هقولك انه فيلم لايت كوميدي للشباب، وفيلم كوميدي جدا للشباب والبنات اللي من فئة عمرية صغيرة. كبيش. اهلا بيكم. في الفيديو ده انا هتكلم عن فيلم اللعب مع العيال لمحمد امام. هل يعتبر نجاح لشريف عرفة بعد تجربة كوميدية فاشلة في فيلم الانس والنمس؟ هل الاستاذ الكبير شريف عرفة اللي عمل لنا الناظر وعبود على الحدود، الارهاب والكباب وفلسطين العظيم، هل فقد البوصلة بتاعته في افلام الكوميديا ويركز بقى في افلام الاكشن والغموض اللي لسه ممتاز فيها؟ ولا فيلم اللعب مع العيال بيرجع اسم شريف عرفة كمخرج ناجح لفيلم كوميدي من تاني؟ كل ده هتعرفوه في مراجعة الفيلم اللعب مع العيال لمحمد امام وشريف عرفة. لايك وسبسكرايب بقى يا جماعة عشان ده فعلا بيساعد اننا نكمل، ويلا بينا على المراجعة. طيب، ومن الاول كده علشان اللي فاهم بيريح وبيرتاح، الفيلم لو هتتعاملوا معاه انه فيلم كوميدي لازم يضحك الشباب الكبار، فده مش هيكون واقعي. يعني ما ينفعش تقارنه مع افلام كوميدية بتستهدف فئة الشباب علشان تضحكهم ويبقوا هم جمهورها. لكن لو هتتعامل مع الفيلم انه فيلم كوميدي عائلي لطيف ينفع تاخد مراتك وولادك وتروحوا تشوفوه، فبالتأكيد الفيلم هيعجبك وهيعجب ولادك جدا، وهتبقى خروجة لذيذة فعلا بالنسبة لهم. لأن الفيلم بعد ما شفته أقدر أقول عليه إنه فيلم متماسك، فيلم بيحكي حدوتة بجد حتى لو مهروسة، فيلم وإن كانت شخصياته مكتوبة بسطحية، لكن لو أنا هستهدف فئة عمرية صغيرة فأكيد مش ههتم بأبعاد الشخصيات زي ما ههتم بيها لو بعمل فيلم للشباب. فأتمنى رأيي سريع في البداية كده يبقى أوضح لكم وجهة نظري عن فيلم اللعب مع العيال، وندخل بقى في تفصيل الفيلم كقصة وأداءات تمثيلية وشوية إيجابيات على سلبيات شفتها في الفيلم ده. اللعب مع العيال من بطولة محمد إمام وأسماء جلال، بيومي فؤاد وباسم سمرة، مع ظهور متكرر لويزو ومصطفى غريب وحجاج عبد العظيم. والفيلم ده من تأليف وإخراج المخرج الكبير شريف عرفة، وبيتكلم فيلمنا عن أستاذ علام اللي بيهرب من أهله اللي دايما كابتينه وكابتين طموحاته، وبيكرروا له كل حاجة وهو ما يقدرش إلا ينفذ وبس، فبيهرب منهم بعد ما بيغصبوه على إنه يتجوز من واحدة قريبته وهو ما بيحبهاش، واللي هي الشخصية اللي بتقدمها ويزو. بيهرب ويروح على شرم الشيخ في اعتقاد منه إنه رايح يتدلع ويروق على نفسه، لكن بيتفاجئ إن المدرسة اللي المفروض هيدرس فيها مدرسة متهالكة وعبارة عن كوخ أصلا وفي قلب الجبل، يعني لا دلع ولا روقان زي ما كان متخيل. وهنا بقى بتبدأ أحداث الفيلم لما بيضطر إنه لازم يعلم عيال القبيلة القراية والكتابة والحساب والتاريخ، وبيظهر ساعتها شخص بيرفض إن حد يتعلم في القبيلة، والشخص ده هو أبو مخزوم واللي قام بدوره باسم سمرة، وهنعرف في الفيلم ليه هو رافض إن حد يتعلم. دي كده قصة الفيلم. نروح بقى لشوية إيجابيات وسلبيات العمل من وجهة نظري، ونبدأ بالإيجابيات. الفيلم متماسك، وهتفهموني لما تشوف الفيلم يا جماعة. يعني لما شفنا مرعي بريمو مثلا قلنا ده فيلم مهلهل زيه زي افلام كتير ملهاش لا طعم ولا شكل وحاجة تقرف، لكن ده فيلم له شكل وطعم. فيلم حتى لو ما كانش معمول لسيادتك كشاب بالغ عاقل مستني افيهات ومواقف وحبكة، فهو معمول لفئة عمرية اقل وهيكون مناسب ليهم جدا. كمان من اهم ايجابيات الفيلم هي الموسيقى للعبقري مودي الامام، اللي خدني بالموسيقى بتاعته وحسسني اني بتفرج على فيلم قديم نسبيا، حسسني بجو الثمانينات والتسعينات اللي لسه معلق معانا موسيقى من افلام كتير شفناها في الفترة دي. مع جمال الموسيقى في المشاهد انت بتصطدم بفيلم سطحي بالنسبة لك، لكن كل الشباب الصغير اللي كانوا في القاعة كان عاجبهم وكانوا بيضحكوا، وده خلاني ابص للفيلم بالمنظور اللي جاي اكلمكم بيه دلوقتي. الفيلم ده مش معمول علشاني وعلشان اللي في سني، عادي مش مشكلة، ومبسوط ان كان مقبول جدا عند الشباب الصغير وكانوا بيضحكوا هما بيشوفوه. مبسوط ان في اب اخد مراته وولاده ودخل يتفرج على حاجة حلوة ينفع يفرج عليها عيلته بدون ما يتعرضوا للفظ يحرجه او مشهد ما كانش ينفع يشوفوه. وانا لو هقيم الفيلم ده بجملة مباشرة هقولك انه فيلم لايت كوميدي للشباب، وفيلم كوميدي جدا للشباب والبنات اللي من فئة عمرية صغيرة. كبيش. عجبني برضو في الفيلم ده اداء محمد امام وبيومي فؤاد وحجاج عبد العظيم واسماء جلال، والطفل اللي قام بدور حنيزة ده، اللي اقدر اقول عن ادائهم انه كان اداء جيد لان شخصياتهم مكتوبة بشكل افضل. اما بقى عن شخصيات باسم سمرة ومصطفى غريب وويزو فكانوا الاضعف في الفيلم من وجهة نظري. كده ويزو بتعمل كل فيلم بنفس الكاركتر ففكك منها، لكن باسم سمرة احنا عارفين قوته كممثل كويس، فاحبطني في الدور ده شوية، واحبطني كتابة الشخصية كلها على بعضها.
وكذلك مصطفى غريب. مصطفى في رمضان في مسلسل أشغال شقة كان منور جدا وشايل الكوميديا بتاعت المسلسل بشكل جميل جدا، لكن دوره في الفيلم ده ما ياخدش أكتر من مقبول، وبرضه العيب في الكتابة اللي ما كانتش مدياله مساحة كافية إنه ينور. أما بقى عن سلبيات العمل بقى من وجهة نظري، وخليني أبدأ بأهم نقطة بالنسبة لي، هي إن الفيلم ده ما ينفعش يبقى تأليف وإخراج شريف عرفة. أستاذ شريف أكبر من إنه يقدم فيلم مقبول. كنت أتمنى بعد تجربة الإنس والنمس مع هنيدي إنه يراجع نفسه، لكن واضح إنه عاوز يكمل في أسلوبه الجديد، فيلم جد ورا فيلم خفيف. فيلم اللعبة مع العيال فيلم مقبول مش زي الإنس والنمس، لكن يظل فيلم أقل من اسم مخرج كبير زي شريف عرفة. في النهاية فيلم اللعبة مع العيال وزي ما قلت من شوية هو فيلم كوميدي جدا لفئة الشباب الصغير، لكن فيلم لايت كوميدي لفئة الشباب الأكبر سنا. وأحب أقول شكرا في النهاية لشخص بعينه، وهو العبقري مودي الإمام. شكرا بجد يا فنان على اجتهادك وعلى تعبك وعلى تميزك بموسيقى دايما بتكون قادرة ترفع من قيمة أي عمل. شكرا يا مودي يا إمام. وبس كده يا شباب، تقييم النهائي لفيلم اللعبة مع العيال مع مراعاة كل اللي قلته في المراجعة دي هيكون 6 من 10، وده كان رأيي وتقييمي للفيلم. أحب أعرف رأيكم انتم لو شفتوه. شكرا ليكم لو لسه بتتفرجوا لحد هنا، ولو كنت لسه مكمل لحد هنا فما تنساش اللايك والسبسكرايب بقى. اوكي وبس كده، سلام.